لو مفيش ميزانية للحضانة نتصرف ازاي؟ كلنا عايشين في ظروف اقتصادية مش سهلة وبنحاول ندبق الميزانية من اليمين ومن الشمال. طيب لو انت حاسة فعلا ان طفلك محتاج الحضانة لكن مفيش ميزانية لده دلوقتي، نعمل ايه؟ ممكن تبدأي بخطوات بسيطة تهيئي بيها جو للحضانة في البيت، لكن اهم حاجة في الموضوع ده هو الاستمرارية. هي الحضانة بتقدم ايه؟ الحضانة بتقدم حاجات كتير لكن اهمهم حاجتين: التعليم والاندماج. نروح لأول نقطة، التعليم. بصي يا ستي، قسميها كده كل شهر علشان خاطر ما تحسيش بمبلغ كبير انت صرفتيه، بانك تجيبي الكتب اللي بتعلم الاساسيات: الحروف الابجديه، الالوان، الارقام، الاشكال. ولو عرفتي الشهر اللي بعديه تجيبي نفس الحاجات دي لكن باشكال مجسمه وبازلز، هيكون شيء لطيف عشان تنمي عنده مهاره اللمس وان هو يمسك الحاجات ويتحكم بايديه. مش لازم خالص الحاجات اللي انا بقولك عليها دي تجيبيها اللي سعرها غالي، في مكتبات كتير بتبيع الحاجات دي سواء كانت الكتب او المجسمات باسعار بسيطه. ولو عرفتي انه بدري بدري كده تحاولي تعلمي طفلك انه يتحمل مسؤوليه نفسه، يعني مثلا يلم مكان ملاعب، يشيل طبقه، ده هيبقى شيء لطيف جدا. نروح بقى لتاني حاجة وهي الاندماج. اللطيف في الحضانة ان الطفل بيشوف اطفال وبيتعامل مع اطفال في نفس عمره. طيب لو مش هنقدر نعمل ده، تفتكروا ايه البديل؟ هنا مثلا ممكن نفكر فكرة زي ان احنا نجمع كل الاطفال بتوع العيلة او حتى الجيران مع بعض في يوم مثلا ولا حاجة، اهو منها يلعبوا مع بعض وفي نفس الوقت الطفل ما يحسش ان هو لوحده. وده كده يبقى نموذج مبسط جدا لفكرة الحضانة. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس لو عندكم افكار تانية ممكن نكمل بيها النموذج ده.